بونجور بونجور، نهاركم زين، نهاركم أسعد الأيام، إن شاء الله تكونوا بألف ألف خير وانتم تتفرجوا في فيديو اليوم وفي الشركة معكم كالعادة شوية من روتيني بتاع النهار. بديت لكم الساعة أول حاجة بالغيث النافع. عنا اليوم نهير شتاء ما شاء الله، تقولش علينا ماناش في أوت. شتاء قوية وحتى الطقس بارد، طاحت السخانة بالكدا، ما عادش الطقس السخون اللي جاونا أيامات سخونين برشا. اما يقولوا اللي من بعد باش تعاود تسخن الدنيا وباش يرجع الصيف بالتوالي. بغيف بديت معاكم بالقهوه متاع الصباح، اللي اليوم اخترت اني نعمل قهوه كافيتير. عندي ايامات ما شربتهاش، حسيت بروحي متوحشتها. خديت الفيلادلفيا هذه الفرماج اللي مكتوب عليه اوريجينال، خاطر عاملين فيه انواع اخرين فيهم منوعين فيهم، اما تقعد ديما هذا الاوريجينال هي احسن وحده تنجموا تفطروا بها الصباح، احسن فرماج. خديت لي ترانشو كوما وحطيت عليهم الفرماج، وبعد حطيت عليهم الجنجلال الابيض يعجبني برشا، ديما في فطور الصباح نضيفه. حطيت عليهم شويه لوز هكا مش برشا، 6 كعبات. وخديت بالطبيعه شويه غله اللي ديما ننصحكم بها الصباح، ديما ماذا بيكم حاجه كعبه غله هكا محطوطه مع فطور الصباح، بالحق يعطي حيويه ونشاط للبدن، ما عندكم شي فكره. بالطبيعة بعد ما حضرت قهوتي صبيتها هوني وباش نشرب ونعمل عليها كيف. اخترت الكيس متاعي هذا اللي نحبه برشا، ما صبيتش في الكيس الاخر خاطر بالحق هذا يعجبني ونحس بروحي هيك عامله عليه جو على القهوة، عامله عليها كيف اكثر من اللي نشربها في الفنجان الاخر. السكر ما خديتش برشا، ما نستعملش برشا سكر الصباح، وقاعده السكر كل مره نقص شويه كل مره نقص شويه، لان نحب نحيه من القهوه متاع الصباح، نحب نحيه بالكل يعني من القهوه بصفه عامه مش كان في قهوه الصباح. خاطر كما تعرفوا الحاجات اللي ناكلوهم الكل الاخرين فيهم السكر، ونزيدو نحطوا في القهوه السكر. انا وصلت النتيجه باهيه، قعدت نقص بشويه بشويه لين وليت نحط شويه بالكل. وبالطبيعه هذا هو فطوري بتاع الصباح. وبعد ما فطرت حسيلو جاء الوقت اني باش نمشي للصال دي سبور. المره الاولى الحقيقه بخلت كيف قمت الصباح، ولو اني عامله عزيمه زعما ما نبخلش بالكل، اما كيف شفت الطقس هكاكا وبخلت شويه. توا باقي تصب الشتاء عنا، اما نقصت بالكدا بالكدا مش كيما الصباح قويه برشا. رجعت العزيمه متاعي ومش نمشي للصال دي سبور باش نلعب شويه سبور الصباح، خاطر اذا كان نبخل ونقعد نهار ما نمشيش. ترسيلي حتى الايامات الاخرين هيك نعديها جمعه كامله وانا باخله، مره نمشي مره ما نمشيش، وحتى كيف نمشي نبدا هيك بريتم ضعيف هكاك اللي ما تعجبنيش الحاجه. على ذاك حسيلو قويت العزيمه متاعي وقصدت ربي ومشيت، بالرغم اللي الطقس خايب متاع ركشه. اما كما قلت لكم اذا كان نهار نبخلوا على حاجه نقعدوا ديما جمعه كامله تلقانا بخلين، ما عندناش هيك العزيمه متاع السبور ومتاع الخروج. ننصحكم حتى اذا كان طقس خايب ولا اذا كان اي حاجه، اذا كانكم عاملين بروجرام تاع جمعه كامله ننصحكم ما ترخوش وما ترجعوش التالي، خاطر انا مجربه من روحي اذا كان بخلت في اول الجمعه ترسيلي جمعه كامله حتىش لاخر الجمعه، وانا حتى كيف نمشي ما نمشيش بالعزيمه اللي كنت بها قبل. وبعد ما مشيت حسيت بروحي ندمت شويه اللي مشيت، خاطر عندي ايامات ضربتني الطاوله في صبعي. حسيت مقلقتني الضربه، وحتى كيف استعملت التابيرولون هذه حسيت بصبعي زاد وجعني اكثر. على ذاك تشوفوا فيا نمشي بشويه وحطتها هيك ضعيفه نمشي مارش وكا هوا. بالطبيعه اي سبور باش نعملوه يحكم علينا الكوتش، يلزمنا نسخنوا بها هي قبل، يعني ما نجموش نتعداو لاي سبور مهما كان غير ان نسخنوا بالتابي قبل. يلزمنا نعملوا بها 15 دقيقه ولا 10 دقائق باش نجموا نتعداو السبور اخر. وكما قلت لكم قلقتني في صبعي، عاودت قلقتني بالكدا هيك علاش عملت تقريبا ساعه او اقل شويه، اما خير من بلاش. ندمت شويه على خاطر مش قريبه لداري، بعيده عليا شويه الصال دي سبور، على ذاك معناها فضلت كان قعدت العشيه عملت مارش كبير هيك لهنا خير، على الاقل هيك نجم نعمل كل شيء على راحتي. صحيح مش كيما في الصال دي سبور كيما نعملوا وحدنا، ديما تلقى العزيمه ما فماش، ديما تلقانا بخلين شويه، اما كيف نمشيو للصال دي سبور تلقى العزيمه ديما موجوده، وتلقانا الحاجات اللي ما نجموش نعملوهم وحدنا في الدار ونبخلوا عليهم في الدار
في السال دي سبور تلقى عندنا العزيمة فيهم قوية برشا. وهوني رجعت للدار وشوفوا كيف ما خرجت خليتها حتى الصالة ما ضويتهاش على خاطر مشيت الصباح بكري. ورجعت هوني للدار خليتها حتى ظلمة ما هزيتش لا تاباريلو لا عملت حتى حاجة هذه. هوني كما تشوفوا حصيلو البارح ديما في الليل حصيلو يفرحوا بها بالكدا وتبدا كل حاجة ملوحة في بلاصة يصغرون يصيغتو. يجبد كتبه ولا يجبد اي حاجه باش يعملها، جبد الملح فما تغطي بها خاطر كيما قلت لكم بارده شويه عنا. اما حتى بارده ما زلت ما جبدتش الحاجات الخشين، ما جبدتش لا كوبرتات ولا حتى حاجه. عندي كونش الملاح فكوما مخليتهم البرة خاطر كيما قلت لكم في اول فيديو قولوا لي الطقس مش يرجع يسخن، قلت زيد معناها نجبد من توا الحاجات الخشين. قعدت ندور حسيلو كل حاجه نلقاها ماهيش في بقعتها نرجعها في بقعتها وني نخلي فيه يلعب على راحته ويعني ويفرط الحاجات هيك على راحته. هو وكيفو ساعات تخطر له هكا يلمهم ساعات ينسيهم، اما كيف نذكروا بيهم الحقيقه يرجع يعاود يلمهم ويعاوني. هما الصغيرات به كيف نسنسوهم من الاول يعملوا على رواحهم ويلموا حاجاتهم وحدهم ويهزوا حاجاتهم بعد ما يلعبوا والكل يلموا بقعتهم ويلموا اللعب نتاعهم. اما انا ساعه ساعه نقول خليه يعيش الصغر نتاعو، خليه يلعب من بعد انا باش نلم بيه ولا بلا بيه. نسنس فيه بشويه انه اي حاجه يهبطها ولا يستعملها يرجعها لبقعتها. اما هاكا ساعه نعمل عره تعين مرتش ساعات زاده نحكم عليه باش يطوي الحوايج نتاعو ولا يطوي الملاحفه نتاع الفرش نتاعو. يعملهم وحده يبدا شيخ عليهم يلكمتهم هكا تلكميت ويخليهم ونرجع من بعد ونخليه لين يخرج من البيت والكل وبعد نرجع انا نستويهم ونركعهم ونعاود نحلهم ونطويهم منه لو جديد. اما نقول خليه هكاك خير بلي يعملهم ويطويهم هكاك من غير ونعاود نحلهم انا خير من اللي يخليهم كيما هما. نسنس فيه بشويه بشويه وان شاء الله ربي يهديه. هوني تقريبا كملت الصلاة ما بقاليش فيها برشا. جاء الوقت اللي باش ناخذ شوية وقت هيك روحي باش نقعد شوية نعمل طلع على اليوتيوب، نعمل طلع هيك على الفيديوهات شنو فما جديد على نعمل دورة هيك في السوشيال ميديا. باش نقعد نرتاح شوية وبعد نقوم نكمل القضية متاعي. هكا نكون وصلت معاكم لاخر الفيديو، ما بقى لي كان باش نقول لكم ان شاء الله نهاركم زين الناس الكل.